السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مرام كوك. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تاع الدجاج المحمر على الطريقة التركية. يعني الوصفة التتبيلة راح تكون على الطريقة التركية. شوفوا تشوفوا النتيجة، يعني كيفاش جا يجي بزاف يشهي. أنا هنا درت في أشواغ، نديرو حبة بصل كبيرة، درت 4 سنينات ثوم، وجبت زوج حبة طماطيش كبيرة ولا زوج حبات صغار، قطعتهم بهذه الطريقة، درتهم ثاني في الأشواغ. وجبت علبة تاع ياغورت طبيعي ولا بتي سويس، علبة كاملة، ديروها في الأشواغ تاعكم. ومن بعد زيدوا، انا هنايا درت هذه الدرسه تاع الفلفل الاحمر، هذاك الطرشي اللي يجي احمر، كنت خدمتها وديتها في الكونجيلاتور. درت مغرفه كبيره ودرت 2 ملاعق تاع طماطيش مصبره. هنا درت التوابل، انا هنا درت العكري، درت كركم، فلفل كحل، كمون. دوك نخليهم لكم كامل مكتوبين اسفل الفيديو. ودرت القزبر هنا ما ديروش هذاك الزريعه تاع القزبر، ديروا القزبر اليابس، يجي خضر يابس ومطحون، ديروا مغرفه هذيك الصغيره تاع قهوه. ودرت مغرفه عسل وفنجال تاع زيت. العسل دايما ديروه، هذا هو السر تاع المطاعم علاش يجي الدجاج تاعهم محمر مليح، ديروا مغرفه تاع عسل. ودرت هنا مغرفه صغيره تاع قهوه حليب، هذيك صغيره تاع قهوه حليب، ماشي الصغيره كاع اللي كبيره عليها، عمرتها درتها بومبي ملح. بصح نقول لكم انا جاني شويه مسوس، يعني نتوما زيدوا الملح، ديروا مغرفه وديروا مغرفه واحده اخرى تكون ممسوحه. شوفوا كي وهادو كامل نطحنهم في الاشواق، شوفوا النتيجه كيفاش تجي. شوفوا كي تشموها تحسوا باللي هكا كيما راهي تقدروا تاكلوها بلا ما طيب. تجيب هذه التتبيله بزاف بنينه. وما ننساوش مغرفه تاع هريسه. الحار ضروري في هذه الوصفة، يعني ما اللي ما يحبش الحار يقدر يستغنى عليه. يعني بصح أنا قلت لكم التتبيلة التركية يجي فيها الحار. نجيبوا الدجاجة تاعنا، انايا هكا فتحتها في الصدر، في الأجنحة، في الكويس، باش التتبيلة تدخل مليح. سيد دخلت مليح التتبيلة فيها باش تجي بنينة وما تجيش مسوسة. كما تعرفوا الدجاج المحمر ما يجيش بنين اذا جا مسوس، لازم يجي شوية بملوحية. كما قلت لكم زيدوا الملح، ما ديروش مغيرفة واحدة. انا هنا كنت خضيت فنجال تاع روز، غليته نص طياب، ومن بعد درت له الزيتون هذا الفاري اللي يجي فيه زروديه والحار، درته في الروز وحار هذا الزيتون. وزدت درت مغرفه من هذيك التتبيله، خلطتها مع الروز مليح وحشيت هذه الدجاجه. شوفوا هذا الروز يجي بزاف بنين، بزاف بزاف بنين بهذه التتبيله. دوك بعد ما نخلطوا الرز تاعنا مليح، نعمروا الدجاجه تاعنا من الداخل. الدجاجة تاعكم نتوما اختاروا على حسب أفراد العائلة تاعكم، إلا كنتو بزاف تخيروا دجاجة تكون كبيرة. شوفوا نعمرو هكا. قلت لكم هذا الدجاج يجي بزاف بنين، خاصة مع هذه التتبيلة، هذه التتبيلة الحارة يجي هايل بها. متعمروش بزاف الرز، لازم خلولو شوية هكا اسباس باش كي يزيد يطيب يزيد يتنفخ هكا يخرج سوا سوا. بعد انا بعد ما عمرتو هكا بالرز، جيبوا كوردون ولا سيت هذاك الثقب تغلقوه، ومن بعد تجيبوا هذاك الخيط اللي خاص بالدجاج، زيد ربطوا الدجاجه تاعكم هكا باش تضمنوا بلي لا فخس هذيك لي لداخل هذاك الروز ما يخرج لكمش من الدجاجه. هكا وصفه يعني سهله، ماشي حاجه جديده. يعني جديده هذه التتبيله، الحاجه جديده هذه التتبيله التركيه. انا في الحقيقه كنت كليتها في واحد المطعم وعجبتني بزاف بزاف هذه التتبيله. شوفوا تحمري بها الدجاج وتبقى شاك فوا تدهني بالبانسو، تاخذي شويه وتدهني هو ويتحمر، ومع التالي زيدي ديري له من الفوق. ربطوا الدجاجه تاعكم مليح هكا باش ما يخرجش هذاك الرز. في طريقكم وانتم راكم تشوفوا في الفيديو، ديروا لايك وخلوا لي كومونتير، اعطوني رايكم في هذه الوصفه.
وخاصة اللي كانوا ذاقوا الدجاج هذايا التركي يخلوا لي رايهم في التعليقات. وما تنساوش ديروا متابعة في الانستغرام، هكا تتبعوا كامل لي ستوري، واللي تكون عندها حاجة حابة تقسي عليها تقدر تبعث لي في الانستغرام. دوك نخلي لكم لاباج انستغرام من تحت، ادخلوا فيها ديروا فيها ابوني، هكا راح نشاركوا فيها، نشارككم عفوا كاع اليوميات تاعي. هاو الدجاج بعد ما تبلناه كامل، دوكا نجيب المول اللي حندخلو للفرن. بون تقدروا تجيبوا هذوك الساشيه تاع التحمار، ديروهم داخل الساشي تاع التحمار، ديروا زوج وغرقوا عليهم وديروهم في الفرن. انا ما كانوش عندي، انا نحب نحمر في الساشي خير، دونك جبت لهنا مول، فرشت بابي الومنيوم هذا بالطول وزدت فرشت بالعرض، ومن بعد زدت جبت بابي كويسون. كما تعرفوا باللي بابي الومنيوم ما لازمش يكون اون كونتاكت مع الماكله، يعني صحيا ماشي مليح للصحه تاعنا. جيبوا بابي كويسون بهذه الطريقه، تغلفوا المول تاعكم مليح هكا باش كي يكون الدجاج يطيب هذيك لاصوص اللي يطلقها الدجاج ما تخرج لكمش في المول وتتحرق. حطوا الدجاجه تاعكم هنايا، كملوا فرغوا هذيك التتبيله كامل فوقه. انا درت 3 مغارف تاع ما في هذا الغيسيبيون، شغل شللته فرختو هنايا مع الدجاجه، غير 3 مغارف ما، هذا ما كان. ديجا الدجاجه كي تكون طيب مع هذه التتبيله فيها البصل فيها الطوماطيش راح تزيد تطلق بزاف الماء. نغطي الدجاجه تاعي مليح بالتتبيله هذه، وديروا وريقات تاع الرند والزعتره اذا كانت عندكم، انا ما كانش عندي زعتره. من بعد هنا تغطوا الدجاجه تاعكم، غطوها مليح هكا باش ما يخرجش الهواء منها كي تكون طيب. غطوها مليح هكا، ردوا هذاك البابي عليها، ومن بعد زيدوا ردوا البابي الومنيوم من الفوق وغطوها هكا كما قلت لكم مليح. وشكونوا نتوما هنا تكونوا سخنتوا الفرن تاعكم، ديجاكم سخنتوه واحد 10 دقائق، زيدوا له للطرف وسخنوه، ومن بعد ديروه على 180 درجه وشعلوا له من التحت، خلوه يطيب، ونقصوا له عفوا خلوه على 180 درجه وخلوه مده ساعه وراه يطيب. انا هنا بعد ما جازت ساعه راني جبدته نشوفوا اسكو طاب ولا ما طابش. انا هنا لقيته مازال ما طابش كما تشوفوا، ستو مازال ما طابش. عاودت غلقت عليه ورجعته للفور، خليته ثاني زاد حوالي واحد النص ساعه، عاودت غطيته هنايا مليح كيما كان ورجعته للفور تاعي. وديروه في الوسط، ما ديروش في التحت من التحت كامل باش ما يتحرق لكمش. هنا بعد ما جازت هذيك النص ساعه جبدته هنايا لقيته صاي طاب. شوفوا كيفاش طلق لاصوص تاعو هنايا، شوفوا كيف لاصوص تاعو طلق على الداخل. هنا صدتو سي بون طاب. نتوما هنا واش ديروا، تجيبوا هذيك التتبيله اللي بقات لكم زيدوا تدهنوه من الفوق بها شويه. انا هنا زدت لها الهريسه تتبيله كيما خدمتها في الاول، زدت لها مغرفه كبيره تاع هريسه باش يجي حار. وشعلت الفور تاعي من الفوق وخليته يتحمر. ولا كانت عندكم الاير فراير ارفدوا الدجاجه تاعكم هكا كيما راهي وديروها داخل الاير فراير تتحمر، وبقاو تقلبوا فيها حتى تحمر لكم مليح مليح. انا نحب الهريسه بزاف، دونك اشاك فوا نزيد شويه هريسه. نحب في هذه المرحله هنايا الدجاجه تاعي كانت طابت وتحمرت وصاي. انا كنت قليت هنا شويه بطاطا قطعتها دي غونديل. حطوا البطاطا تاعكم في هذا في طبق التقديم، فرشوها كامل. انا هنايا حمرته في الاير فراير، شوفوا كيفاش تحمر لي، يجي بزاف يشهي. ومن بعد زدت له دوك من الفوق ندير له هذيك لاصوص، هذيك لاصوص اللي تلقاها راي في المول. دوك نسقيه كامل بهذيك لاصوص ونحطها فوق البطاطا. هاي لاصوص تاعنا تجي عاقده. وزدت انا هنايا ثاني درت له شويه هذيك التتبيله.
هنا كما قلت لكم زدت الدهن، درت له من الفوق هذيك الخلطة اللي درتها، درت لها الهيسة. شوفوا هذيك الخلطة تجي بزاف بنينة. هاي النتيجة قدامكم كيما كتشوفوا، يبان من الفيديو يبان شهي، وهذاك الروز يجي بزاف هايل وحار. دوماج هنا نسيت ما قسمت لكمش الدجاجه باش تشوفوا الروز كيفاش جا من الداخل، مي قلت لكم يجي بزاف هايل. شوفوا انا درت معاه خبز شاورما، درت له شويه بصل، حنا كلينا هكايا، درناه دي ساندويتش، درنا فيه البطاطا البصل وهذاك الدجاج، ويجي بزاف بنين. شاركوا الوصفه مع احبابكم ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، وخلوا لي عاودوا ارجعوا لا جربتوها، عاودوا ارجعوا خلوا لي رايكم في التعليقات. وان شاء الله في فيديو اخر وفي وصفات وواحد اخرين، وبالصحه والراحه. ما تنساوش ديروا لايك. بقاو على خير، بصحتكم.